عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. النهاردة هنعمل غدا سهل وبسيط. هنعمل الرقاق باللحمة على اصوله، حشوة في منتهى الجمال وريحتها هتجيب معاكي اخر الشارع. واقولك ازاي لو عايزة الرقاق بتاعك ناشف او عايزاه طري، هنقوله الاتنين ان شاء الله. اسمع الفيديو من اوله لاخره، هتستفادي منه كتير ان شاء الله. اول حاجة هيكون مقاديرنا عبارة عن نص كيلو من البصل. عليهم عشان البصله تدبل معايا بسرعه حطيت عليها معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر. حطيت هنا قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد وحطيت طماطمايه. فايده الطماطم هنا هتدي اللون معانا جميل. لو مش متوفر عندك الطماطم هتحطي معلقه صلصه. طبعا هنا فايده الطماطم بتدي ريحه حلوه قوي قوي. عندي في العصاج اللحمه حطيت التوابل بتاعتنا عباره عن ايه: فلفل اسمر، كزبره ناشفه، وحطيت توابل السبعه، وكمان حطيت توابل بتاعه اللحمه. خلاص كده الخلطة عندي يا دوبك دبلت، بس مش عايزاها اسبكها ولا اسويها كتير. لا، احنا يا دوبك البصلة تدبل بس وريحتها تطلع مع التوابل وبس كده. هنزل عندي بنص كيلو من اللحمة المفرومة. وكمان الخلطة هنا براحتك انت خالص، تقللي تكتري دي حاجة ترجع لك. يا سلام بقى لو عاملاها بالكبد والقوانص او كمان عاملاها بالزق، حاجة كده اللهم بارك. بجد بقى في منتهى الجمال. بس انا كان عندي اللحمة بصراحة، رحت قلت اعملها بلحمة، مفيش اي مشكلة. هنا بعد ما اللحمة عندي خلاص استوت، يا دوبك اللحمة بتشم النار بس، ما بتاخدش وقت كتير. وكانت يعني كنت قبليها بصراحة عاملة لحمة وكده، وكانت زايدة عندي شوربة. سخنتها يا دوبك عايزاها سخنة جدا، يعني مش تغلي قوي كمان بس عايزينها سخنة. طبعا هنا بالمعلقة، وبجيب الصاج بتاعي دهنته دهنة بسيطة جدا من السمنة او زبدة، مفيش اي مشكلة، او زيت على سمنة براحتك خالص. بس بصراحة انا بفضل السمنة اكتر، بتدي طراوة جدا جدا في الرقاق بتاعنا. خلاص كده هنا ببدأ اجيب الرقاقة بتاعتي، طبعا هو رقاق ناشف، هبدأ ابوشها عندي بالشوربة اللي احنا سخناها. وكل رقاقية والتانية هدهن سمنة عندي، يعني الرقاقة دي مع الرقاقة دي هدهن سمنة. خلاص كده ببدأ هنا. انا بصراحة مش بحبها عالية. طيب في ناس كتيرة بلاقيها بتحط 7 من تحت او 5 من تحت. طبعا انا هنا صراحة انا بفضل 4 من تحت و4 من فوق. احنا اصلا مش بنحبوها عالية قوي، انا ولا اولادي وزوجي نفس النظام. بنحب الحاجة ايه، رقيقة كده، مش سميكة وتخينة وكده وبقى كلها معجنة. لا، احنا عايزين ناكله كده حاجة ايه حلوة. حطيت بقى هنا 4 من تحت وهحط 4 من فوق. جبت عندي بقى هنا اللحمة اللي احنا عصجناها. عايزة اقول لكم ريحة التوابل بجد مع اللحمة والخلطة اللي احنا عملناها، الفلفل مع الطماطم كده، بجد والله يا بنات ريحتها خطيرة جدا. طبعا لو اللحمة دي عصجها، انا صراحة بحب اعصجها بحطها في الفريزر كده، باخدها على الاكل. بس ايه اللي كنت مفرزاهم يعني يا دوبك خلص بصراحة. رحت عملتها، يعني ما خدتش معايا وقت. خلاص هنا ببدأ اجيب برضو ناشف تاني. طبعا ده ماما اللي عاملاه، لو عايزين طريقته اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هخلي ماما تعمله لكم. طبعا هنا خلاص ببدا اجيب بقى الرقاق نفس النظام، ببدا احط في الشوربه وادهن نفس النظام سمنه لغايه لما اخلص اخر رقاقه معايا. يعني انا عملت 4 من تحت واربعة من فوق. لو وصلت لغايه دلوقتي معايا انت وهي لوزه، ما تنسوش بالله عليكم يا جماعه اللايك. اللايك يا جماعه، القناه بقت تقع جدا، القناه عندي بقت زي الزفت. القناة وقعت خالص عندي. بالله عليكم يا جماعة، عايزينها تبقى قناة أكبر عيلة إن شاء الله في الدنيا كده، وهتكبر بيكم بإذن الله. وحطوا ما تنسوش بقى اللايك من ايديكم الحلوة، وكومنت بالله عليكم عشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. خلاص كده هنا بقى هجيب بقى عندي بيضة بلدي أو أي نوع بيضة متوفر عندك. بصراحة أنا كان عندي بيض في التلاجة، بيض بلدي. حطيت عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر، وحطيت عليهم حبة حليب كده عشان قلت إيه، يعني تدي لون جميل كده معايا في الرقاق. طيب انا مش حابه زفاره البيض ومش حابه احطه اصلا على الرقاق. طيب عندك قشطه هتحطي، او وش اللبن، هتجيبي وش اللبن كده اللي هي القشطه وتروحي ايه دهنها كده. طبعا يعني مش لازم ضروري يعني بيض. انا يعني كانت متوفر عندي البيض بصراحه. طب عشان انتي بتقولي لا بحس بزفاره ومش عندي، مش بحب البيض، او مش متوفر عندي البيض، هتحطي حبه حليب وتدهنيهم كده، هتبقى لونها جميل جدا. هنا بقى في المرحله دي بعد ما دهنتها وظبطتها كويس جدا، ورحت سبتها هنا 15 دقيقه او 10 دقايق بره قبل ما احطها في الفرن. ليه؟ هتبقى طريه جدا وكده وتحسيها مخففه كده. بصي كل ما بتسيبيها تلقي الرقاقه عندك مع الشوربه كده بتبدا ايه، تعمل فرقعات صغنونه كده، تلاقيها تطرى معاكي. هنا بقى النجاح الرقاق بتاعي. طيب انا عايزاه هنا طري، هتبدأ على طول يطلع من الفرن، هيبقى طبعا هو مقرمش من بره،
بيبقى وشه كده مقرمش. طبعا انا عايزاه طري، هعمل ايه؟ هجيب بقى بخاخه بتاعه المطبخ، هحط بخاخه كام بخه كده من الميه على الرقاق واغطيهم على طول بفوط المطبخ، هتاخدي طراوه ويبقى في منتهى الجمال. طيب انا لو عايزاه مقرمش معايا من بره ومن جوه طري جدا، هعمل ايه؟ هسيبه كده مش هغطيه، بس هبخه بخه بسيطه جدا من الميه ومش هغطيه. هنا فايده التغطيه بتاعه بالفوطه وكده، هيبقى معاكي طري طري جدا جدا، تحسي ان انت بتاكلي كيكه كده، مش بتاكلي اصلا رقب اللحمه. بس ده ايه؟ مالح والتاني حلو. حاجه كده اللهم بارك، قطعتها بسهوله جدا. ليه؟ عشان طري معايا انا صراحه، بنحبوه طري عشان الاسنان وكده. طبعا انتوا عارفين الاسنان اليومين دول بقت صعبه جدا، والواحد بيعالجها يعني بصعوبه وكده. طبعا هنا خلاص كده زي ما انتم شايفين. بصوا الرقاق بقى طري ازاي، وبصوا مورق. تفرقه الفرق السمنه لما دهنا بين دي وبين دي بتورق معايا، وبتفرق جدا جدا يا جماعه والله، وبتدي ريحه حلوه قوي وطعم في منتهى